السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بالف خير وانتم تشوفوا فيديو اليوم ان شاء الله راح نديروا هاد العلاقه مفاتيح لكم تشوفوا فيها بزاف سهله تابعه للناب اللي عملناه. اللي مازال ما شافش راح نخليها له في صندوق الوصف. وقبل ما نبداو نقول لكم اذا اول مره تزوروا القناه ما كنتوش مشتركين اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. يلا نبداو. واش راح نحتاجوا قطعه من قماش الفوطه، لي زيست خاص وبيستولي. هذا مكان نحكموا القطعه تاع القماش تاعنا، نحطو فوقها قماش الفوطه ولا الرسمه اللي انا حابينها، ونرسمو بطباشير ولا بستيلو ونقصوها على الشكل اللي حبيناه. انا صنعت شكل شفاه تابع للناب، هذا هو. ونجيبو لي زيست خاص تاعنا نقصو اشرطه من صف واحد، واللي حبت تدير صفين كيما راهي قبل ما نقصوها تقدر دير صفين، يبقى اختياري. وتقدروا ديروا لي زيست خاص ذهبي. هكا نجيبو بيستولي تاعنا بعد ما كنا سخناه، نلصقو لي زيست خاص تاعنا هكا، نديرو شويه ونديرو لي زيست خاص ولا لي ستراس تاعنا. كي نوصلوا للنهايه نقصوا زياده ونكملوا بنفس طريقه الناب اللي عملناه، اللي راكم حتصيبوه في صندوق الوصف اللي مازال ما شفتو. نكملوا هكا ساير داير. بعد ما كملنا نجيبوا البابيون اللي كنا خدمناها تانيك، راح تصيبوها تانيك في صندوق الوصف ورابط الفيديو اللي مازال ما شفتهاش ايضا. نديروها هنايا، تقدروا ديروها في الجنب. نجيب قطعه من الساتا تاعنا ونلصق فوقو لي زيست خاص. هاد الخطوه اختياريه تقدروا ما ديروهش. هكا نلصقو فوقو بالبيستولي باش نغيروا شويه. والطول تاع العلاقه هذه اللي تعلق فيها كيما تحبوا، ماشي طول محدد، تحبوه تكون صغيره تحبوها تكون كبيره. تانيك حجم الشفاه تحبوا يكون كبير تحبوا يكون صغير، انتوما ورغبتكم. هكا نكمل نلصق. بعد ما كملناها نسقموها هكا بيدنا باش ما تتكرفصش ما تتعوج. تحبوا ديروها هكا في الوسط، تحبوا تحلوها شويه، انا حنحلها شويه ونلصقها معاكم. ومن الافضل تحرقوا الاطراف تاع الحاشيه باش ما تتفزرش. انا ما كانش قدامي الولاعه ما حبيتش نبطا. قصوا وشعلوا هكذا بزاف سهله واي وحده تقدر تخدمها. وهنايا درت عقاشه صغيره من لي زيست خاص قطعتها وحده فقط. ها هي الشكل النهائي تاعها، خرج بزاف شباب. ان شاء الله يا ربي يكون عجبكم. اذا عجبكم متنساوش تخلوا لي جيم، ارائكم في تعليق اذا عجبتكم واش راكم حابين ندير لكم، وتشاركوها مع اصدقائكم باش تعمل فائده وتشجعوني. ونشوفكم فيديو الجاي ان شاء الله. سلام.